عادة باينني قصير برضو. انا يا جماعه طويل يا جماعه 187 سم تمام. فتعالى بقى الطول بتاعك هنا كده. 187. ايوه احنا يا جماعه لقينا بابا جونز منزل 4 بيتزات جداد، في ناس اتكلمت عليهم اعتقد رعد وعمرو الهادي، فاحنا بقى جايين بعدهم برضو نتكلم على الاربع بيتزات. نزلوا 4 بيتزات من 4 بلاد مختلفين، واحده مكسيكي، واحده سبانيش، واحده انديان، واحده ايجيبشن. تعالى بقى نجرب الاربعه ونشوف راينا فيهم وايه الحلو وايه الوحش. وبقول لك ايه، ادخل شوف. ماما اقفلي بس والنبي عشان هنصور. يا ماما بصي انت طالع معانا في الفيديو دلوقتي فاحنا هنصور. وانا في حد بيكلمني فيه ايه؟ طيب معلش بقى المكالمات ماشي يا الكتير ماما، دي. هصور الفيديو بس هو اكلمك. بغض النظر يا جماعه مكالمه ماما لمصطفى تمام. يلا سلام. احنا دلوقتي استلمنا الاربع بيتزات بتوعنا، يلا بس بقى. احنا ده ماما كانت بتطمن عليها عشان معلش لا، هطمن ماما وقول لها ان حياتك العمليه اهم من حياتك الدراسيه. لا حاجه. ديت المكسيكان. لا ده احنا ناخدها بقى انسرتات. دي المكسيكان اللي مصطفى بيصورها عليها بعض من الدوريتوس فوق. تحس الراجل ده كان عارف ان احنا هنصور ولا ايه؟ يا حميده انت ليه حاطط ايدك وسط طب ما هو الانسرتايه احنا دول نحط فيها ايدينا. اهو. كده تبقى كده اهو. الانسرتايه كده اهو. ايوه طبعا انت بدمك الخفيف هتحط الحاجات دي كلها هحط في الفيديو الحاجات دي طبعا. طبعا ما انا عارف، ده دمك عسل. كده بقى خد الانسرتات بقى مع نفسك، يعني بجمعهم مع نفسك. انا عرفت كل حاجه في المونتاج، عيب وعرفت عليك. ان انت ممكن تاخد حته من الاخر تحطها في الاول وحته من الاول تحطها في الاخر والدنيا بايظه. دي يا جماعه مكسيكان عليها دوريتوس، وانا من الاشخاص اللي ما بحبش الدوريتوس في اي حاجه هتتاكل. حلوه يا حميده. يعني عليها بصل ولحمه مفرومه والدوريتوس. هل الفراخ اللي عليها مكسيكيه ام الفراخ اللي عليها فراخ انا بقى عادية؟ مش عارف هي مكسيكيه ليه. عشان دوريتوس. هو الدوريتوس يعني عشان ناتشوز فمكسيكي يعني. ده من المكسيك ذات نفسه. هي عاديه. ممكن بس اغمس واحده في الرانش بتاع بابا جونز، لان الرانش بتاع بابا جونز جامد قوي، بس هو مشكلته حاجه بقى. هو ما بيتفتحش. نخرمه المشكله دي كذا مره قبل كده. حتى وما بيتخرمش. ولا بيتفتح ولا بيتخرم. وده الى شركه بابا جونز، حاولوا تسيبوا اللي هي ايه، خليه سهل الفتح. اللي هي الطرف اه حصل خير، ما حصلش حاجه. ما هو مفيش اوبشن. ناخد بقى ايه حته كده أيوة. ونغمسها في الرانش. فتره جوعني. تمام. تيجي يا حميده نسرق جوعني من سحس. يلا. يلا. ايوه هوبا. حته سلو موشن. ايوه يا سيدي يا سيدي. امسح بس الحته دي بس. ايوه دي قرفني، دي فكره قرفني مش جوعني. بالنسبه لي اديها 7 من 10. عايزين بقى فكره جوعني اللي بعدها. ماشي بص بقى، دي اللي هي سبانيش او السبين، دي عليها رانش من فوق، فيها بعض من الهوت دوج الفراخ. خدت الانسرتات. ايوه يا عم انا خدتها انسرتايه. انت لحقت وهي كده اهو. خدتها انسرتايه عشان هتحطها في اول الفيديو. وهي كده اهو. عشان هنصور حاجه في اخر الفيديو نحطها في اول الفيديو. مونتاج هوت دوج. انا قلت الكلام ده بقى بعيده تاني صح؟ لا خلاص. دي بقى هوت دوج وايه وفراخ، وتحسها كل حاجه بيضه عليها كده، فما تفهمش ليه كده. يلا تعالى نشوف. بس بالجنب كده يا حميده علشان تبان ايوه جوعني بقى. بتجوع اكتر؟ بتجوع اكتر بالجنب. ايه رايك؟ وحش. دي بقى فيها هوت دوج وفراخ. هوت دوج فراخ. لا بص، هي عاديه، بس هي مشكله طعم الانجريدينتس اللي فيها، طعم التوبينجز اللي عليها مش باينه قوي، وما جابوش مناديل. والفكره بقى ان احنا بنصور جنب الفرع بالظبط عشان تبقى الحكم على البيتزا فير 100%. طالعه من الفرن على البوك بالظبط. فانا بالنسبه لي طعم التوبينجز اصلا مش باين، فتحسها بيتزا بموتزاريلا ورانش. الفراخ تتبيلتها ضعيفه. الهوت دوج فراخ مش حاطط طابع في البيتزا كويس. وانا ملوش شخصيه. ملوش شخصيه في البيتزا قوي. وفكره ان انا كنت عايز اطلبها ستافد كراست، ما طلبتها، ما قال لي مش هينفع في البيتزا الجديده ديت ستافد كراست للاسف. وحاجه تانية ان عندهم عرض بيعملوا مش عارف الاثنين بدل 400 ب 345، يعني مش انا جبت دول ب 700 جنيه يعني. اللي بعده ولا اضرب من دي؟ بس ما بقاش الفلفل بتاعهم حلو. انا كنت بحب الفلفل ده قوي. كان تاخد الفلفلايه كده فاهمني، وما بقاش مليان ميه اللي هو يطرطش عليك وعلى وشك. تقطم قطمه كده هتلاقي ميه. بس خلاص كفايه راجل. خش على اللي بعده. فانا دي اديها 8 من 10 لان هي طعمها حلو بس مش مالهاش شخصيه. ماشي انسرتات. اعتقد دي الانديان. هي بقى مبهره بقى دي بقى مشطشطه شويه اصلا. دي بيتزا السلطان. خدي يا قط، مش عارف مشطشطه عليكي ولا لا. خدي انت عشان ما تتخانقيش معاه. طب خدي انت كمان برضه عشان الخناقه ما تكبرش. عايزين بس نعمل ايوه صح. هناكل القطط لما بس بعض من الرانش. اعمل لك واحده جوعني تاني. اعمل واحده ايوه. الله انا جوعت بصراحه. انا جوعت. معلش هي بتبدا بجوعني بتنتهي
باللي هو منتج مصطفى. بص هي الفكره ان هي بهاراتها زياده، بس ميكس الخضار اللي فيها اللي هو بصل مع فلفل مع طماطم موديها فلو كواليتي شويه. يعني هي بعيده شويه، هي بعيده قوي. دي بعيده قوي. يعني دي انا ممكن ايه يعني اخد قطمه كمان عشان ما اعرفش هي مدى البعد بتاعها فين. مش عارف ليه طعمهم قريب من بعض، بس الفراخ اللي هنا مع البصل مع الطماطم مع الفلفل ميكس لو كواليتي شويه وما فيهاش فلفل. نخش في اللي بعده، ايجيبشن ستايل. اوبا، دي ايجيبشن الايجيبشن يا باشا. دي يا باشا بيتزا يا باشا، واخدها من ميدو في نادي الشمس سوبر سوبريم. مليانه زيتون، مليانه سجق، فيها بصل وفلفل. الحمد لله ما حطش طماطم في ديت. نرفع سلايس. هي سلايسات صغرت ولا انا هنقي سلايس كبيره بقى عشان تبقى بتتناغم، تبقى سلايس فيها جميع المكونات، بعض من البصل والفلفل والزيتون والسجق. عارف ليه السجق بيرفرنس على طول ان هو ايجيبشن، مع ان في النقانق اللي هي اللبناني دي تحفه. في السجق الاسكندراني نفسه بحبه اكتر من السجق اصلا، اللي هو الصدق بقى. الصدق احلى من السجق اللي احنا بنعمله في القاهره. بس تعالى نجرب الايجيبشن ستايل ونشوف ونرتبهم. وهل تشتريهم اصلا ولا تروح تشتري التشيكن رانش العاديه جدا؟ عادية. ليه يا مصر كده؟ احنا بدأ يتجمع حوالينا حيوانات تانية وانا كده بدأت اقلق بصراحة. احنا كده ممكن نقفل الفيديو على البيتزا ونديهم. الكلاب بتاكل بيتزا؟ تاكل بيتزا بجد والله. طب ما تيجي نجرب. يلا. ما بيحبش البيتزا قوي. بس اول مرة حد يعمل معاك كده. بتديله سلايس بيتزا. ايه ده انت هتتعفرط عليا عشان بديك بيتزا؟ لا ما الخناقه اللي بتحصل دي بتبقى مشكله اقسم بالله. عارف الخناقه اللي بتحصل بين الكلاب والقطط تلاقي هما انا الحمد لله ماك مرادي وايرلس. ايه في ايه؟ في مشكله؟ الحمد لله ماك مرادي وايرلس. اوحش واحده كواليتي السجق، عامل زي كواليتي السجق بالظبط اللي بتاخده في العربيات اللي هو ايه 5 جنيه و10 جنيه وكده، فاهمني؟ قوي ماشي قوي. يعني لو عايز نرتب لك البيتزات ديت وهل تشتريهم ولا لا، تعال اقول لك بقى هرتبهم. اللي هي الاسبانيش اللي فيها هوت دوج مع تشيكن مع رانش، لان هي قريبه اصلا من التشيكن رانش شويه فمقبوله، جنيها 8 من 10. ندخل بقى في اللي بعدها على طول، هتبقى المكسيكان. لان انا بالنسبه لي بس ما عجبنيش فكره الدوريتوس دي قوي، بس ما اكلش، ما بيحبش البيتزا، ما بحبش الحوار ده. لا هم بيحبوا بروتين. نخش بقى في اللي بعدها اللي هي المكسيكان. بعد المكسيكان نخش في الهندي، وهي قريبه من المكسيكان اصلا في حته ايه، هي مبهره كده زياده شويه. والمصري ما تفكرش تجيبها خالص لان كواليتي السجق ضعيفه ضعيفه ضعيفه. هنيجي نتكلم هل جيب ايه من بابا جون. انا شايف ان بابا جونز يعني خليه في التشيكن رانش والسموكي تشيز ثاني، هي والسكس تشيز. بس انا عشان ما بحبش الجبن كتير قوي فانت اللي بتحبها. فاوفر اول والتشيز برجر عنده حلوه، والتشيز برجر برده كويسه. بس انا بقى في مكان جربته بتاع بيتزا جامد قوي بصراحه، وهو ده اللي حسيته هيحط. هينزل الفيديو بقى، هينزل الفيديو بتاعه بقى وسبسكرايب. واحنا عندنا سبسكرايب، فولو ولايك على الفيديو. ولو عجبك هذا المقطع ارجع اتفرج على مقاطعنا القديمه ومقاطعنا الجديده وشوف خلص الدنيا. وعايزين نوصل، احنا 1,100,000 فولور، عايزين نوصل ل 2 مليون. فعلا ما الشيطان قد منعك. لا واضغط على اللايك علشان ما تخليش الكلام الهبل اللي بيقوله مصطفى ده يتحقق، تمام؟ عشان الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. واسف ان احنا طولنا على الفيديو، هو فيديو اهبل. احنا اصلا كنا متعصبين من شويه. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا بديكوا اكل تعملوا فيا كده. بقول لك ايه، اقفل يا مصطفى.